ولينا عايشين في غابة. شابة مغربية جات تداوى في بلادها، صدقات محبوسة في مصحة بسبب فاتورة خيالية قفزت من 15 ل 60 مليون سنتيم. هاد الفضيحة اللي هزات الرأي العام وصلت اليوم للبرلمان، وزيد عليها الصدمة اللي كتسنى الكساب والمواطن في عيد الأضحى. العلف شعلات فيه العافية والنخالة زادت ب50 درهم. واش هادي هي السيبة؟ شوفوا شنو واقع. القضية بدات فاش شابة مقيمة بألمانيا دخلت المصحة في كازا في حالة استعجالية. العائلة اتفقوا على 15 مليون، ولكن الصدمة كانت فاش بغاو يخرجوها لقاو الفاتورة ولات 60 مليون سنتيم. والأنكى من هاد الشيء هذا، المصحة رفضت تطلق البنت وكأنها رهينة حتى تخلص العائلة الفدية. هاد البزنس بالأرواح جر وزير الصحة للمساءلة. فين هي المراقبة؟ وكيفاش فاتورة كتدوبل 4 ديال المرات في ليلة وضحاها؟ هادي راه ماشي مصحة، هذا راه كونتوار. وماشي غير المرضى اللي كيعانيو، حتى الكستاب البسيط اللي لقى راسو محاصر واخا الخير موجود وشتا تبارك الله صبات، ثمن خرجت النخاله قفز من 90 ل 140 درهم. والبرلمان كيسول وزير الفلاحه فين مشاو المساعدات، وعلاش العلف المركب واصل 5 دراهم. هاد الزيادات اليوم كتعني حاجه وحده، تحاولي العيد هاد العام غيكون حلم بعيد على بزاف ديال الاسر المغربيه الا ما تدخلاتش الدوله دابا. هادشي اللي كنشوفو اليوم من جشع المصحات وغلاء الاعلاف كيضر الخاطر. نتوما شنو رايكم؟ واش فايت لكم كنتو ضحيه ديال النوار او فواتير خياليه في المصحات؟ واش كتظنوا بلي ثمن الحولي غيطيح ولا غيشعل؟ قولوا لنا تجاربكم في التعليقات، بارطاجيو الفيديو باش يوصل لوزير الصحه ووزير الفلاحه. تابعوا اخبار اليوم تي في، صوتكم الحر.